تواصل مسؤول الاهلي مع كوتيسا من اجل الانضمام للنادي الاهلي. رد اللاعب على مسؤول الاهلي ان الزمالك عرض عليه مبلغ خيالي وهو موافق ان هو يلعب لنادي الزمالك، وعقد اللاعب مع الزمالك هيبقى مليون يورو منح التوقيع و4.5 مليون دولار في 3 سنين. رد مسؤول الاهلي على اللاعب كوتيسا: نتحداك ان الزمالك يتمم اتفاقه معاك، قول للزمالك خلصوا، ولو خلصوا معاك يبقى مبروك عليك الزمالك. واضاف مسؤول الاهلي: عايزين نفهمك حاجه، ان الزمالك داخل عشان يفسد انتقالك للاهلي، الزمالك معهوش فلوس يخلص، الزمالك لو معاه فلوس كان دفع مستحقات للاعبين. اهم نجم في نادي الزمالك وهو زيزو له مستحقات متاخره يقرب من مليون ونصف دولار ولم يحصل عليهم من 3 سنين، ووقع للنادي الاهلي وانتقل اليه. وكان كوتيسا في حاله صدمه من كلام مسؤول النادي الاهلي. ورد كوتيسا: ما هو العرض الاخير من الاهلي؟ رد مسؤول الاهلي: مليون دولار اعلانات بخلاف مليون ونصف سنويا لمده 4 سنين، يعني ما يقارب 7 مليون دولار في 4 سنين. رد كوتيسا: لو الزمالك عرض علي اكتر. مسؤول الاهلي قال له: وقع مع الزمالك وربنا يوفقك. رد مسؤول الاهلي: انت ممكن تروح الزمالك تاخد الفلوس بس، ولا هتعمل مجد كروي، ولا هتشارك في بطولات العالم زي كاس العالم للانديه، ولا هتشارك في دوري ابطال افريقيا، ولا هتنافس على الدوري. اسال على نادي الزمالك، انما انت جاي الاهلي تاخد فلوس وتعمل بطولات. هذا ما جرى بين مسؤول الاهلي وكوتيسا. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.